رسالة الشريك أو الحبيب ليكي النهاردة ايه؟ حطي شخص في بالك، فكري فيه 3 مرات، ردتي الاسم في بالك، وتعالي نشوف من خلال الرسالة اللي هتطلع لنا الشريك بيفكر فيكي ازاي، او ايه نواياه، او ايه تفكيره من ناحيتك، ان كان في بعد او ان كنتوا مع بعض. تعالي نفتح الطاقة بكل حب، نستقبل طاقة الرسالة. أنا فقط أريدك أن تكون سعيد. طيب الشخص دوت بيفكر في السعادة، حتى لو سبتوا بعض أو حتى لو اتخليتوا عن بعض أو الشريك هنا في الطاقة بعيد عنك، لكن هو بيفكر إن انت تكوني كويسة أو تكوني سعيدة. ينطبق عليكي وعليه إن هو بيفكر أو في تضحيات هنا حصلت بسبب فلوس، بسبب أهل، بسبب ظروف، لكن لسه انتوا الاتنين عندكم طاقة مشاعر. مادام فتحتي النهاردة طاقته ومادام هو بعتلك الرسالة الواضحة دي، فدي بتأكد ان انتوا الاتنين لسه عندكم مشاعر قوية جدا ان انتوا تكونوا سعداء او تكونوا بتكملوا الحياة. رغم كده انتوا الاتنين عارفين ان الحياة وقفت وانتوا بعاد عن بعض، او انتوا لحد دلوقتي لسه مش عارفين تخلوا الحياة تمشي تاني زي ما كانت. بتفكري في الشريك وهو كمان بيفكر فيكي. الطاقة النهاردة واضحة جدا بينك وبين الشريك. طيب عشان نخلي طاقة الرسالة ديت تتفعل وتكونوا سعداء وانتوا مع بعض، مش وانتوا بعاد، فعلي معايا الكود الجذب النهاردة الروحاني للأمنيات، وهترجعي انتي والشريك تاني 7 4 5 2. استقبلي طاقة الرجوع بينك وبين الحبيب دوت. اكتبي الكود في التعليقات وانا هفعلهولك مع الكون، وهيبدأ الحبيب يرجع تاني يكلمك او يرجع تاني يتواصل معاكي بشكل كويس جدا. استقبلي طاقة الرجوع النهاردة، استقبلي طاقة الرسالة من الحبيب. الشخص ده على فكرة بيحبك بجد، والشخص ده رغم الظروف اللي عنده ان هو لسه لحد دلوقتي بيفكر فيكي وبيديكي حب ومشاعر. عشان كده انتي مش عارفة تنسيه. عشان تتأكدي ان الرسالة دي وصلت ليكي وان الشخص ده احنا بنتكلم عليه هو الحبيب او الشريك اللي في بالك، هتحلمي بالشخص دوت في خلال 7 ايام من مشاهدتك الفيديو النهاردة. الفيديو مش صدفة والرسالة مش صدفة، وحلمك للشريك بيأكد معايا. وهترجعي تكتبيلي في الكومنتات ان انت حلمتي بالشريك وان الشريك ابتدى فعلا يتحرك بعد ما كتبتي كود الجذب النهاردة معايا.